السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ نشرتنا الإخبارية من إسبانيا، حيث ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة للمرة الأولى بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه الأخيرة أمام إشبيليا بالدوري الإسباني. ونشرت صحيفة سبورت الإسبانية صورا للاعب الأرجنتيني وأفرادا من عائلته واجتماعه ببعض زملائه ببرشلونة مثل البرازيلي فيليب كوتينيو والأوروغوياني لويس سواريز. وأعلن نادي كاتالوني رسميا غياب ميسي عن مباراة كلاسيكو أمام ريال مدريد والمقرر لها يوم 28 من أكتوبر تشرين الأول الجاري في قمة مباريات الدوري الإسباني. وذكر نادي برشلونة أن ميسي خضع للفحوصات الطبية أظهرت تعرضه لكسر في ذراعه إثر سقوطه على الأرض خلال مباراة الفريق أمام إشبيليا في وقت سابق من يوم السبت. ومن إسبانيا إلى ألمانيا، حيث أعرب لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند الألماني عن ثقته في مدافع فريقه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني يوم غد الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. هذا وتحدث فافر خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين قائلا أن لديهم مدافعين بأعمار صغيرة لكنهم يتطورون باستمرار، لذلك فلا توجد أي مشكلة. ورفض المدرب السويسري الكشف عن موقف المهاجم الإسباني باكو الكاسر من المشاركة أمام أتلتيكو مدريد، مصرحا أن الأمر لم يحسم بعد. وكان الدولي الإسباني قد تعرض لإصابة طفيفة خلال فوز فريقه على شتوتغارت برباعية نظيفة السبت الماضي في الجولة الثامنة من الدوري الألماني. وننهي نشرتنا الإخبارية في إيطاليا، حيث قالت واندا نارا زوجة ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان ووكيلة أعماله أنها لا تعرف مصير زوجها في ظل توقعات باحتدام المنافسة بين عمالقة أوروبا للظفر بخدمات المهاجم الأرجنتيني. هذا وتتابع أندية أوروبية كبيرة على غرار ريال مدريد وتشيلسي اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي رغبة منها في الحصول على خدمات واحد من أحسن المهاجمين حاليا في كرة القدم، فيما يبدو أن مستقبل اللاعب برفقة إنتر ميلان يكتنفه الكثير من الغموض. وفي هذا الشأن ذكر موقع صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن واندا نارا تنتظر تمديد إيكاردي لعقده مع النادي الإيطالي العريق. وقالت واندا أنها لا تعرف إن كان إيكاردي سيبقى دائما مع فريق إنتر ميلان، لكنها تتمنى ذلك.